آفيون الشعوب وأفيون الكرد. الجزء الثالث. ارتكبت تنظيمات الباكك عشرات الجرائم الوحشية والهمجية خلال عام 2019 تحت شعار حان وقت الحرية، وأشعلت نار المقاومة المزيفة والشكلية على رؤوس مواطني إقليم كردستان. فقد مارست هذه التنظيمات صنوف أنواع التعذيب والاختطاف والقتل بحق شباب الكرد في إقليم كردستان بتهمتي العمالة والتجسس، بشكل نستطيع تسمية العام بعام اختطاف شباب الكرد. وكالعادة ظهر قادة الباكك على ماكيناتها الإعلامية وسموا الأشياء بنقيض أسمائها الحقيقية، فشرعنوا ممارساتهم الدنيئة وجرائمهم الوحشية باسم المقاومة والبطولة. والحقيقة أنه كان عاما حافلا بالخزي والعار والإخفاقات المتسلسلة لهذه التنظيمات، بحيث بلغت ممارساتها اللا أخلاقية الحضيض لتصل إلى أن يقوم قيادي منحط في هذه التنظيمات بالاعتداء الجنسي على طفل إيزدي. وما يعد هذا الخزي والعار بأشواط أن تقوم هذه التنظيمات بإناطة مناصب عليا بمرتكب هذا العمل اللا أخلاقي المنحط، عوض إهانته والحط من قيمته وإذلاله على رؤوس الأشهاد. جرائم الباكك لعام 2019: أولا، اختطاف 4 مواطنين مدنيين من كردستان تركيا. نوع الجريمة اختطاف وتهريب. وقت وقوع الجريمة 11 كانون الثاني عام 2019. مكان وقوع الجريمة حدود ناحية باطوفا. في 11 كانون الثاني عام 2019 اختطفت تنظيمات حزب العمال الكردستاني الباكك 4 مواطنين كرد مدنيين على الطريق العام لناحية باطوفا، هم كل من محمد اسكندر إبراهيم اسكندر رمضان، باقي علي عباس، وكامي شيخ أحمد، وما زال مصيرهم مجهولا لغاية يومنا هذا. ثانيا، الاعتداء ومهاجمة سيطرة لحرس الحدود. نوع الجريمة اعتداء وإطلاق نار. وقت وقوع الجريمة 12 شباط عام 2019. مكان وقوع الجريمة قرية دهي بحدود ناحية بامرنة. في 18 من شباط عام 2019 أطلقت قوة مسلحة للباكك النار على نقطة تفتيش لحرس الحدود لإقليم كردستان بالقرب من قرية دهي القريبة من ناحية بامرنة. وبعد الحادث طالب مسلح الباكك تسليم شخص كانت هذه النقطة الرسمية قد ضبطته لدخوله أراضي الإقليم بطريقة غير قانونية وشرعية، وقد سلمت هذه النقطة الشخص المطلوب كي لا تقع مصادمات مسلحة مع هذه القوات المسلحة للباكك. ثالثا، اختطاف مواطن مدني. نوع الجريمة اختطاف وتهديد. وقت وقوع الجريمة 21 شباط عام 2019. مكان وقوع الجريمة قرية ماردو التابعة لناحية جاراوة. وتستمر جرائم الباكك. في 21 من شباط عام 2019 اعتقلت قوات سيش الباكك بقرية ماردو شوان حسين حمد أمين من أهالي قرية سرخانة التابعة لناحية جاراوة، والمذكور كان كادرا للبارتي، وقد استمر اعتقاله لمدة 3 أيام. بعدها طالبته الباكك بعدم التوجه والمرور من تلك المنطقة بتاتا. رابعا، الباكك تدهس مواطنا عمدا. نوع الجريمة دهس بسيارة. وقت وقوع الجريمة 26 شباط عام 2019. مكان وقوع الجريمة قرية سبينداري التابعة لناحية جمانكير. في 26 شباط عام 2019 دهست سيارة لمسلحي الباكك من نوع تويوتا بيك اب شابا من قرية سبينداري التابعة لناحية جمانكير يدعى سمان ماجد أحمد، وأصيب بإصابة بليغة. خامسا، الاعتداء الجنسي على طفل إيزدي. نوع الجريمة اعتداء جنسي. وقت وقوع الجريمة 10 من آذار عام 2019. مكان وقوع الجريمة قضاء شنغال. واحدة من أبشع الجرائم الوحشية واللا أخلاقية والفاضحة لقادة الباكك حصلت في 10 من آذار عام 2019 عندما قام كادر قيادي للباكك يدعى خوشار ويسي من كردستان تركيا بالاعتداء الجنسي على طفل إيزدي من شنغال يبلغ من العمر 10 أعوام فقط، يدعى أيمن إبراهيم سليمان، وهو من قبيلة الفقير ومن عائلة زرو. وبعد أن علمت هذه التنظيمات الدنيئة بالممارسة اللا أخلاقية لكادرها القيادي المنحط هذا، لم تبدي استعدادها لمعاقبته على هذا العمل المنحط أخلاقيا، بل قامت بنقله لكردستان سوريا وإناطة مهام أعلى به. سادسا، إطلاق تهديدات لكادر للبارتي. نوع الجريمة تهديد. وقت وقوع الجريمة 29 آذار عام 2019. مكان وقوع الجريمة ناحية جاراوة. في 29 آذار عام 2019 استدعت قوات السيش الباكك مواطنا من قرية ماردو التابعة لناحية جاراوة يدعى خالد صوفي إبراهيم، وهو مسؤول لجنة البارتي في المنطقة، وهددته حال إدامة تنظيماته في المنطقة. سابعا، إطلاق نار على موظف لبلدية سنونين. نوع الجريمة إطلاق نار ومحاولة اغتيال. وقت وقوع الجريمة 26 نيسان عام 2019. مكان وقوع الجريمة بلدة سنونين. في 26 نيسان عام
عام 2019 أطلق كادران لآسايش إيزيد خان التابعة للباكيكا النار على مواطن إيزيدي يعمل موظفا في بلدية سنونة يدعى داود حيدر علي قرو، وهو من أهالي كرسي قبيلة أوضخ. والحادث حصل قرب مبنى البلدية في البلدة، وقد نجا حيدر من عملية الاغتيال بأعجوبة. ثامنا اختطاف 3 مواطنين بسفح جبل قنديل. نوع الجريمة اختطاف. وقت وقوع الجريمة أواخر نيسان عام 2019. مكان وقوع الجريمة سفح جبل قنديل. في أواخر نيسان عام 2019 اختطفت قوات آسايش الباكيكا 3 مواطنين مدنيين بسفح جبل قنديل، وبعد يوم في السجن أطلقت سراحهم مهددة إياهم بالمرور من المنطقة مرة أخرى. تاسعا قطع الطريق أمام الأعمال الخيرية لمؤسسة بارزاني الخيرية. نوع الجريمة قطع الطريق أمام الأعمال الخيرية. وقت وقوع الجريمة 28 نيسان عام 2019. مكان وقوع الجريمة حدود بلدة سنونة. في 28 نيسان عام 2019 قطعت آسايش وحدات حماية شنغال التابعة للباكيكا الطريق أمام وفد لمؤسسة البارزاني الخيرية مع وفد كنيسة نبراسكا بإشراف ليروي لاب بقرية جرسي، حيث كان الوفد متوجها للمنطقة لغرض إيصال مساعدات إنسانية لنازحي مخيم سردشت بجبل شنغال. وقد اعتقلت آسايش الوحدة كلا من بير ديان مسؤول مكتب شنغال لجمعية البارزاني الخيرية ومساعده صلاح حسن، واقتادوهما لمقر آسايش الباكيكا ليتم الإفراج عنهما لاحقا. عاشرا إيقاف أعمال شركة للبترول. نوع الجريمة إيقاف أعمال الشركة. وقت وقوع الجريمة 12 أيار عام 2019. مكان وقوع الجريمة وادي هسانكا. لم يبقى أي عمل تخريبي أو استفزازي يعرقل ازدهار وتطور إقليم كردستان ولم تمارسه الباكيكا. ففي 12 من أيار عام 2019 منع مسلحو الباكيكا شركة شانيك العاملة في مجال التنقيب عن النفط عن مزاولة أعمالها بوادي هسانكا. 11 زرع عبد ناسفة في طريق آلية بلدوزر لأحد المواطنين. نوع الجريمة إرهاب. وقت وقوع الجريمة 30 من أيار عام 2019. مكان وقوع الجريمة حدود بلدية ميرغاسور. زرع تنظيمات الباكيكا عبوة ناسفة مضادة للآليات على طريق هوبا أمام آلية بلدوزر لمواطن يدعى رسول عبد الله حمدان، وهو من أهالي قرية سيتكان التابعة لقضاء سوران ويعمل بتهيئة طرق وتبليطها، فانفجرت به وأصابته كما ودمرت آليته البلدوزر. 12 اغتيال مواطن بتهمة التجسس. نوع الجريمة اختطاف واغتيال. وقت وقوع الجريمة أواخر أيار عام 2019. مكان وقوع الجريمة قرية شيلانة التابعة لباطوفا. أواخر أيار عام 2019 اختطف مسلح الباكيكا المواطن سردار مسعود محمد صالح من أهالي قرية سيلي التابعة لناحية باطوفا. كان يعمل بنقل البضائع على الحدود بطرق غير قانونية سابقا، فاتهمته هذه التنظيمات بالتجسس واختطفته. وبعد فترة توجهت والدة سردار إلى حفتنين لمعرفة مصير ولدها وفلذة كبدها المختطف لدى الباكيكا، فكان رد مسلح هذه التنظيمات لهذه الأم الكردية: ارجعي فبعد أيام سنسلمك جسد ابنك. 13 زرع متفجرات TNT على طريق البيشمركة بقرى دينارتا. نوع الجريمة إرهاب وتفجيرات. وقت وقوع الجريمة 14 أيلول عام 2019. مكان وقوع الجريمة دينارتا. في 14 من أيلول عام 2019 زرع مسلحو الباكيكا لغمين أرضيين عملاقين بحيث يصل وزن كل واحد منهما 15 كيلوغراما على الطريق التي تربط بين قرى دودي العليا والسفلى وكذلك قرية شاهد التابعة لناحية دينارتا أمام قوات بيشمركة كردستان وتفجيرهما بهم. 14 اختطاف مواطنين يزيديين. نوع الجريمة اختطاف وسلب الأموال. وقت وقوع الجريمة بداية تشرين الأول عام 2019. مكان وقوع الجريمة شنغال. في أوائل تشرين الأول عام 2019 اختطف مسلحو وحدات حماية شنغال التابعة لتنظيمات الباكيكا شقيقين يزيديين هما كل من حجي إلياس داود خلف ومراد إلياس داود خلف من قرية باري التابعة لناحية سنونة، وهما كادران للبارتي، وأخذت من عائلتهما فدية بلغت 310,000 دولار أمريكي لقاء إطلاق سراحهما. 15 اختطاف وتعذيب مدني أعزل.
نوع الجريمة اختطاف وتعذيب. وقت وقوع الجريمة 12 تشرين الأول عام 2019. مكان وقوع الجريمة قرية وسن التابعة لناحية قسري. يوم 22 من تشرين الأول عام 2019 اختطف مسلح الباكيك مواطنا من قرية وسن التابعة لناحية قسري وكادر للديمقراطي الكردستاني البارتي عبد الله حاج مصطفى، وتم الإفراج عنه بعدما ذاق صنوف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي على يد جلاد هذه التنظيمات. في الجزء الرابع سنسرد جرائم هذه التنظيمات الوحشية لعام 2018 والمرتكبة بحق إقليم كردستان. ترقبونا.